في قرية قديمة جدا وسط أراضي مهجورة، كان في بيت متهالك الناس بتسميه بيت القنديل. البيت دايما غارق في السكون، بس كل ليلة بعد نص الليل بالظبط القنديل اللي جوه بينور من نفسه كأن في روح عايشة جواه. الناس في القرية كانوا بيحكوا إن البيت ده ملك واحد اسمه الشيخ سالم. الشيخ كان غامض منعزل، محدش يعرف عنه كتير، بس اللي كانوا بيشوفوه في الليالي الطويلة بيأكدوا إنه كان بيقعد في أوضته يرسم دوائر غريبة على الأرض ويحط بخور ويقرأ كلام مش مفهوم. الناس قالت ده مش قرآن، ده كلام للجن. وفي ليلة معينة الأهالي سمعوا صرخات جاية من البيت، صرخات راجل بيستغيث، وبعدها أصوات غريبة أشبه بالزعيق والضحك مع بعض. وبعد الليلة دي الشيخ سالم اختفى، ما اتدفنش وما مشيش ومحدش شافه، كأنه اتمسح من الدنيا. السنين عدت والبيت بقى لعنة في القرية. العيال الصغيرة بيخافوا يقربوا منه، والرجالة لما يعدوا من جنبه بالليل يقروا قرآن بسرعة عشان يعدوا بسلام. لكن الغريب القنديل لسه بينور كل ليلة، وكأنه البيت نفسه بيتنفس، وكأن في حد جوه مستني. وفي يوم شاب من القرية اسمه حسام قرر يتحدى الخوف. شاب متهور بيحب يثبت نفسه، قال ده كلام أوهام، أنا هدخل البيت وأوريكم إن مفيش حاجة. الليلة ديت الساعة 12 بالظبط، القرية كلها نايمة إلا القنديل منور جوه البيت. حسام وقف قدام الباب الخشب اللي شكله متهالك جدا، فتح الباب ببطء وصوت صرير كأنه عالي جدا لدرجة إنه حس إن القرية كلها صحيت. دخل، اتلقى ريحة بخور محروق وريحة عفن قديم جدا جاية من البيت. الأرضية مليانة تراب وآثار دواير مرسومة بالفحم لسه واضحة جدا كأنها اترسمت امبارح. وكل ما يمشي في البيت بيسمع خطوات وراه. وقف بص وراه مفيش حد، بس الخطوات لسه شغالة معاه. وصل عند القنديل منور بضوء أصفر متقطع كأنه بيموت ويشتغل من تاني. مد إيده عشان يطفيه، لكن قبل ما يلمسه سمع صوت باسمه بيقول له يا حسام. صوت همس جاي من كل ناحية، بس حواليه مفيش حد. فجأة نور القنديل بقى أحمر والأوضة كلها غرقت في دخان أسود تقيل. الدخان بدأ يتشكل في وجوه مشوهة وعيونها حمراء بتبرق في الضلمة، وأسنانها طويلة كأنها ذئاب بشرية. الأصوات بقت كتير جدا، ضحك، بكاء، همسات وزعيق مرعب. وبين الأصوات سمع صوت راجل بيقول اتأخرت يا حسام، كنت مستنيك. ظهر وجه الشيخ سالم من وسط